السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء ومتابعين الأعزاء متابعين قناة المتميز. عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. في الفيديو ده هنكمل في الجزء الأخير والجزء الثالث من مراجعة ليلة الامتحان، جزء التاريخ. بعد ما نزلنا على القناة مراجعة سؤال الخريطة، إن شاء الله نضمن لكم الدرجة النهائية في الخريطة. وكمان نزلنا جزء ثاني مراجعة الجغرافيا، ده الجزء الثالث. إن شاء الله تلاقوا روابط فيديو الجزء الاول والجزء الثاني في الوصف، وكمان ملفات PDF وكل حاجه محتاجينها، وكمان المحافظات اللي امتحنت الايام الماضيه. تمام حبايبي طلبه الصف الثالث، اتمنى يا رب كده ان شاء الله نفرح بيكم بعد ما تخلصوا امتحانات، وهنحاول ننزل على القناه حل الامتحانات والمحافظات اللي امتحنت عشان نطمن على نفسنا يا مستر. يلا نبدأ كده نركز، ويلا نبدأ نراجع ونحل مع بعضينا. السؤال الأول أكمل العبارات الآتية. من خلال أكمل هنحاول نراجع حاجات كتير. أول سؤال: دخل الفرنسيون القاهرة عقب معركة نقط عقب هزيمة المماليك في معركة إمبابة اللي فر نتيجتها مراد بيك للصعيد وإبراهيم بيك فر للشام، وكان مع الوالي العثماني. رقم 2: أما يقول انتهت حروب المورة اللي هي حروب اليونان اللي محمد علي راحها بناء على طلب من السلطان عشان يقضي على ثوار اليونان في المورة، انتهت بضم جزيرة كريت. تمام. وكمان علو مكانة مصر عشان الدول الأوروبية اتفاوضت مع محمد علي، وعشان كده حدث ما بين محمد علي وما بين السلطان توتر في العلاقات، وحدثت حروب الشام الأولى والثانية، واتحطم الأسطول بتاع محمد علي في المعركة دي أو في الحروب ديت في معركة نافارين 1827. 4: أول بعثة مالية أرسلتها نقط على مصر عام 1875، وده كان بطلب من الخديوي إسماعيل اللي هي أرسلتها بريطانيا، اللي هي بعثة كيف. بعثة مين؟ كيف يا مستر، برئاسة المستر كيف. 4: كان الفلاح المصري يزرع الأرض في عهد العثمانيين بنظام اسمه حق الانتفاع، ولما ضعفت الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17 طبقت نظام اسمه الالتزام، وده أدى إلى تدهور الزراعة. 5: توقفت حركة النهضة اللي ظهرت في عصر محمد علي في عصر عباس باشا الأول، ولأنه أغلق معظم المدارس والمصانع وتم تخفيض حجم الجيش. وكمان يا مستر لكن كان في أعمال قليلة اللي هي الاهتمام بالنقل والمواصلات والبدء في إنشاء أول خط للسكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية. رقم 6: أدرك محمد علي قوة الزعامة الشعبية ممثلة في عمر مكرم، عشان كده اتخلص منه نفال دمياط. برافو. 1800 وكم يا مستر وتسعة، ليعتبر بداية القرن ال19 والعقد الأول من القرن ال19. العقد يعني يا مستر يعني 10 سنين، والقرن 100 سنة. القرن 18 اللي هو 1701 ده بداية ال18. دايما عشان نعرف القرن نزود على خانة الميات واحد نعرف القرن الكام. تمام. اكتب مكرم يا مستر. رقم 7: تم افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل، ودي كان سبب من أسباب الأزمة المالية عشان الحفلات اللي أنفق عليها ببذخ، وكان عام 1869 ميلاديا. مش هيجيلي تاريخ في الامتحان لكن ممكن يجي رتب على فكرة. 8: تحالفت الدولة العثمانية، مفيش كلمة العثمانية نكتبها، مع انجلترا وروسيا، تمام، لإخراج الفرنسيين من مصر، وعشان كده عملوا حملتين برية وبحرية، ونابليون خرج للقضاء على الحملة البرية للشام واللي هي الحملة الفرنسية على الشام. يبقى ممكن نقول ما النتائج المترتبة على ضعف الدولة العثمانية عن ضعفها عن إخراج الفرنسيين اللي أدى ذلك إلى تحالفها مع انجلترا وروسيا. رقم 9 وده خدناه في درس سعيد وخلفاء محمد علي: منح سعيد امتياز حفر قناة السويس لديليسيبس أو للمهندس الفرنسي فرديناند ديليسيبس. امتياز أول شرطين، وامتياز ثاني لعدة شروط كانت ظالمة لمصر والمصريين.
رقم 9 من أسباب قيام الثورة العربية المؤثرات الفكرية الغربية التي أدت إلى نمو الوعي القومي، وكمان يا مستر سوء أحوال مصر الاقتصادية واضطهاد عثمان رفقي، وفي كمان اللي هي ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر. ده بالنسبة لرقم 10. 11 أجريت الانتخابات العامة في مصر طبقا لدستور 1923 اللي هو الدستور بتاع وزارة عبد الخالق الثروت اللي بعد تصريح 28 فبراير، وحصل حزب الوفد برئاسة سعد زغلول على الأغلبية، ولذلك شكل سعد زغلول أول وزارة برلمانية عرفت بوزارة الشعب، كان في يناير، وبعد كده افتتح أول برلمان مصري في مارس. ده بالنسبة لرقم 11، ودي كانت من نتائج الدستور لإجراء الانتخابات. والدستور نفسه من نتائج التصريح، تصريح 28 فبراير. نراجع كل فتفوتة وكل معلومة من خلال أكمل عشان خاطر لو جات أسئلة هنبقى خلاص يا مستر فاهمنا. 12 اجتمع زعماء الشعب في دار المحكمة أو بيت القاضي، هنكتب دار المحكمة أو بيت القاضي في 13 مايو، وقرروا تعيين محمد علي وعزل خورشيد باشا. تمام، يبقى في عهد من حكام مصر، ده سؤال جه في الامتحانات كان رخم شوية، في عهد من حكام مصر اجتمع الزعماء في بيت القاضي في عهد خورشيد، في عهد مين؟ خورشيد. تمام. رقم 13 من الشروط التي فرضها الشعب على تولية محمد علي عند توليه الحكم، عشان كده يعني وضعوا قاعدة للحكم الدستوري في الفترة ديت اللي هي أن يحكم بالعدل، أن يحكم بالعدل، وألا يبرم يعني يصدر، ألا يبرم أمرا يعني يصدر أمرا إلا بمشورتهم. تمام، عشان كده أقول لي ده اللي وضع الشعب قاعدة للحكم الدستوري في أوائل القرن التاسع عشر اللي هي 1805 أو العقد الأول من القرن التاسع عشر. السؤال اللي بعديه، اقتصر التعليم في مصر في العصر العثماني على دروس الفقه أو التشريع، الفقه والتشريع اللي هي واقتصر التعليم على العلوم الشرعية. تمام، أي كلام. هو التشريع عموما أو العلم اللي كان فيه اهتمام به اللي هي العلوم الشرعية. رقم 15 خدناه في درس الثورة العربية، نفي أحمد عرابي لجزيرة سيلان. تمام، بينما نفي سعد زغلول لأول مرة لجزيرة مالطا، المرة الثانية والثانية سعد زغلول وزملائه، المرة الثانية إلى سيشل. رقم 11 أرسلت إنجلترا لجنة برئاسة نقط لإقناع الشعب المصري بالحماية، لجنة ميلنر اللي هي قطعها الشعب، كانت في ديسمبر عام 1919. قطعها الشعب لأنه تفاوض مع يعني التنازل على الوكالة اللي أعطوها للوفد، وبعد كده أبدأ ميلنر استعداده للتفاوض مع سعد، وحدث مفاوضات أدت لمعاهدة رفضها الشعب بجميع طوائفه. تمام، دي كان أول مفاوضات ما بين البريطانيين والمصريين. بعد كده اعتقلته القوات الفرنسية وتم إعدامه في سبتمبر اللي هو حاكم الإسكندرية محمد قريب. سؤال 18 أسس محمد علي ترسانة لصناعة السفن، الأول كانت في بولاق والتانية كانت في الإسكندرية، وطبعا كان في ترسانة لصناعة الأسلحة والذخيرة ودي كانت في القلعة. برافو عليكم. تمام، يلا شد حيلك يا مصر. 19 استعان محمد علي بنقط لتدريب الضباط، بمين يعني لتدريب الضباط؟ هو عايز شخص الكولونيل سيف، الشخص نفسه الكولونيل سيف اللي هو أحد ضباط جيش نابليون. تمام. رقم 20 بدأ التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا في القرن الخامس عشر ولا السادس عشر يا مستر؟ القرن السادس عشر تقريبا، واستمر طوال القرن الثامن عشر، وتقريبا بدأ في القرن السابع عشر. نتأكد من المعلومة. تمام، أي معلومة شاكين فيها نتأكد منها عشان خاطر يعني ما ندكوش أي معلومة غلط. السؤال في درس الحملة الفرنسية. تمام، وادي المعلومة اهيت، واضحة ولا لا يا مستر؟ مش عايزة توضح، بدأت توضح اهيت.
السابع عشر واستمر طوال القرن الثامن عشر. تمام، يبقى الإجابة السابع عشر واستمر طوال القرن الثامن عشر. تمام، ده إجابة رقم 20. السؤال اللي بعديه رقم 21. تم تعيين عرابي وزيرا للحربية أو في وزارتها الحربية والجهادية والبحرية في وزارة مين؟ البارودي. برافو عليكم، اللي هي وزارة الثورة، البارودي. بعد كده كانت الوزارة المختلطة برئاسة نجط. الوزارة المختلطة نبار باشا اللي كانت بعد لجنة التحقيق، بينما تشكلت وزارة نجط برئاسة نجط بعد استقالة سعد. لما استقال سعد احتجاجا على الانذار بتاع الليمبي، جت وزارة اللي قبلت صعب الجيش المصري، وزارة زيور باشا. برافو عليكم. رقم 13. تنازل اسماعيل اللي هو الخديوي اسماعيل عن سلطاته وأطيانه، وده كان من متطلبات لجنة التحقيق العليا، الأوروبية. تمام، هي كانت عام 1778، كانت في يناير باين يا مستر. 24. ضمت دولة نجط مصر والشام قبل الفتح العثماني، دولة المماليك مصر والشام والحجاز، وجزء من الساحل الأفريقي الشرقي المطل على البحر الأحمر. آخر سؤال 25. اهتم مصطفى كامل بالتعليم وتبلور ذلك في إنشاء نجط الجامعة المصرية عام 1809 اللي هي جامعة القاهرة الآن. خلصنا كده السؤال الأول في التاريخ. هنحل السؤال الثاني إلى من تنسب الأعمال. خلي بالكم. رقم 1. تحالف مع الشيخ ظاهر العمر ولقب بسلطان مصر اللي هو علي بيك الكبير. بعد كده دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان، وأسس الحزب الوطني، وأسس جريدة اللواء مصطفى كامل. بعد كده تولى قيادة الحملة البريطانية على مصر اللي هي عام 1807 في ريزر. ركزوا معايا. انتصر على الصفويين في جلدران ودخل عاصمتهم مدينة تبريز سليم الأول. طيب، أنشأ أول خط حديدي بين القاهرة والإسكندرية، وأعطيني تاريخ 1852. وأصلح الطريق البري بين القاهرة والسويس عباس باشا الأول. طالما عطى تاريخ يبقى عباس باشا الأول 52، وهنا بدأ في إنشاء أو شرع في إنشاء، ده الصح في السؤال. بعد كده تزعم، سؤال مهم جدا، تزعم ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين، كانت في عهد كليبر اللي هو عمر مكرم نقيب الأشراف. 7. أنشأ الديوان العالي ومجلس المشورة، وأصدر لائحة جديدة عام 1837 لإعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين، ده محمد علي مصدر. 8. تم بإصلاح أحوال الفلاحين فأصدر اللائحة السعدية سعيد باشا. بعد كده صمد بقواته، سؤال بيجي في الامتحانات كتير، حتى استشهده معظم رجاله في التل الكبير الضابط محمد عبيد. رقم 10. ألغى دستور 1923 وأصدر دستور 1930 اللي هو إسماعيل صدقي. تمام. أسس أول وزارة برلمانية 1924 سعد زغلول. رقم 12. أنشأ دار الكتب المصرية وأعاد فتح ديوان المدارس ومصلحة المساحة اللي هو الخديوي إسماعيل عشان عندنا إسماعيل صدقي في 10. بعد كده شاب سوري قتل القائد الفرنسي كليبر اللي هو سليمان الحلبي. بعد كده أعلن مبدأ حق الشعوب اللي هو الرئيس الأمريكي ويلسون. 15. ألغى معاهدة 36 مصطفى النحاس. تمام. رقم 16. اكتشف منابع النيل ومد النفوذ المصري لجنوب السودان، طبعا ده كان في عهد محمد علي اللي هو ضم السودان. مد النفوذ المصري على ساحل البحر الأحمر، ده كان في عهد الخديوي إسماعيل. رقم 18. كان رئيسا للوفد المصري لمقابلة السير وينجت للمطالبة بإلغاء الحماية اللي هو سعد زغلول. رقم 19. عارض مشروع مد امتياز قناة السويس ودعا لجعل التعليم اللي هو مين؟ محمد فريد.
برافو. 20 أصدر مرسوم إبريل 1879 بتسوية الديون اللي هو الخديوي إسماعيل. السؤال اللي بعديه رقم 21 وآخر سؤال في من هو. حث المصريين على التمسك بالوحدة الوطنية واستثارة روح الكرامة. ده كان من كفاح مصطفى كامل اللي قاد الحركة الوطنية أواخر القرن التاسع عشر. خلصنا كده السؤال الثاني. هنحل السؤال الثالث. اكتب صواب أو خطأ. قاوم أهل الإسكندرية الحملة بزعامة عمر مكرم. غلط. بزعامة محمد كريم. تمام. خلصنا الصفحة الأولى حبايب الطلاب. يلا نكمل الصفحة التانية يا مستر. يلا يا مستر. الصفحة التانية لو جلبنا كده الصفحة التانية رقم 2 صح وغلط. بدأت سياسة الاقتراض من الخارج في عهد إسماعيل. غلط. بدأت في عهد سعيد اللي عقد أول قرض مع أحد البنوك البريطانية 1862. كان حفر ترعة المحمودية شرطا من شروط حفر قناة السويس. غلط. ترعة الإسماعيلية. رقم 4 اضطر شريف باشا للاستقالة من رئاسة الوزراء احتجاجا على المذكرة المشتركة الثانية. غلط. المذكرة المشتركة الأولى وبسبب إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية. رقم 5 اصطحب نابليون مع حملته مجموعة من العلماء لدراسة أحوال مصر. صح. 6 اهتم محمد علي ببناء القوى العسكرية لتحقيق أهدافه وبناء الدولة. برضه صح يا مستر. 7 بعد ثورة القاهرة الأولى أدرك كليبر بقاء الحملة. غلط. استحالة بقاء الحملة مش بعد ثورة القاهرة الأولى. المفروض هو أساسا بعد توليه الحكم على طول. أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة. رقم 8 ساعدت الظروف الدولية على فشل الثورة العربية في عوامل الفشل. صواب. رقم 9 جاءت قرارات معاهدة لندن في صالح محمد علي. غلط. في صالح السلطان. ده محمد علي رجع اللي خده للسلطان. 10 اكتشف الضابط الفرنسي شامبليون حجر رشيد. هي صح بس مش علينا. 11 رحب محمد فريد بفكرة مد الامتياز. غلط. رفض. بعد كده 12 تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي. صواب. خدناه في البناء الاجتماعي. طيب عقد الخديوي توفيق أول قرض مع أحد البنوك. غلط يا مستر سعيد. السؤال اللي بعديه رقم 14 نجحت مفاوضات عدلي كيرزون. غلط. فشلت في ولذلك استقال. 15 يعتبر تأسيس مجلس شورى النواب بداية الحياة النيابية في مصر. صواب. 1878. غلط. 1866. السؤال اللي بعدين انتصر عرابي على الإنجليز في التل الكبير. غلط. انهزم. بدل انتصر انهزم. تم إلغاء رقم 17 تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر مونترو عام 1937. صواب. ده خدناه في نتائج معادلة 36. تمام. السؤال اللي بعديه رقم 18 نشطت حركة التجارة الخارجية في مصر بعد تحطيم. غلط. توقفت. بعد تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبيقير البحرية. غلط. توقفت. 19 كان صندوق الدين بمثابة حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية. صواب. تمام. اللي هو خزانة فرعية للخزانة المصرية ومش علينا المعلومة ديت اتشالت من المنهج بس هي العبارة صواب. 20 قبلت الحكومة المصرية في يوليو 1882 الإنذار الذي أرسله الأسطول البريطاني بتسليم حصون. غلط. رفضت اللي تهديد بضرب الإسكندرية وتسليم بعض المدافع. 21 ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة بعد تطبيق نظام الالتزام. غلط. نظام الاحتكار في عهد محمد علي. 22 تحالف علي بكر الكبير مع محمد أبو الدهب لإخضاع الحجاز لنفوذه. غلط. مع ظاهر العمر الشيخ ظاهر العمر. بعد كده أدت حادثة قصر النيل إلى تعيين عثمان رفقي. غلط. إلى تعيين البارودي وعزل عثمان رفقي. تمام. بتيجي في النتائج خلي بالكم. 24 قام محمد علي بحرمان المماليك من المناصب الرفيعة. صواب. اللي هي الطرق اللي اتبعها حرمان المماليك ومطاردتهم في كل مكان وكمان دبر لهم مذبحة القلعة. 25 تولى الزعيم مصطفى كامل قيادة الحركة الوطنية أواخر القرن التاسع عشر. صواب.
بعد كده اتسمت الحالة الفكرية والثقافية أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. صواب، بسبب العزلة. 27 ألغى محمد علي نظام الالتزام وطبق نظام الاحتكار على كل مجالات الاقتصاد. صواب، إنها صواب دي. بعد كده كلف الخديوي توفيق شريف باشا بتأليف الوزارة الجديدة في يونيو 1800. غلط، راغب باشا. كانت في 20 يونيو يا مستر، فاكرينها. بعد كده يمثل عصر عباس الأول أزهى الفترات. غلط، عصر الخديوي إسماعيل. أزهى الفترات في مصر تقدما وعمرانا، وأخطر الفترات التي تعرضت لها البلاد من تدخل في شؤونها بسبب الأخطاء. رقم 30 اتجه سليم الأول بغزوات نحو المشرق مع بداية القرن السادس عشر الميلادي. صواب، وعارفين الأسباب. بعد كده اندلع ثورة القاهرة الأولى من حي بولاق. غلط، الثانية. ممكن نغير حي بولاق نكتب الأزهر. السؤال اللي بعديه، لعبت الزعامة الشعبية دورا هاما في تولية محمد علي حكم مصر. صواب، وده يجي لي في اجتماع، ده اللي أقوله في اجتماع دار المحكمة أو حيث قرروا في دار المحكمة 1 2. بعد كده اهتم محمد علي ببناء القوى العسكرية لتحقيق أهدافه. حليناه ده يا مستر. تمام، خلصنا السؤال الثالث. يلا نحل بسرعة السؤال الرابع. بما تفسر، جربنا نخلص يا مستر، جربنا نخلص. بما تفسر ثورة الشعب في مارس اللي هي سبب فرض الضرائب والإتاوات. بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الشعب. عشان محمد علي مدرسة عسكرية لإعداد الضباط. تدور التجارة في مصر في الحكم العثماني. التجارة مش محدد، هو المفروض يحدد يا إما الداخلية، ودي نتيجة افتقاد الأمن وعدم الاهتمام بطرق التجارة والإغارات المتلاحقة وتدهور الزراعة والصناعة. والخارجية حاجتين، تحول الطريق التجاري والامتيازات. هزيمة المماليك أمام الفرنسيين لاعتمادهم على الفروسية، لكن الفرنسيين استخدموا المدافع. تطور التجارة في عهد محمد علي بسبب تقدم الزراعة والصناعة والاستقرار الداخلي. تمام، والاستقرار الداخلي. بعد كده تدهور التعليم في ظل الاحتلال، لأن الاحتلال جعله بمصروفات مرتفعة وحصره في فئة قليلة. ضم محمد علي للسودان لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية، أو لأهداف سياسية واقتصادية وعسكرية. السؤال اللي بعديه، هزيمة القوات المملوكية أمام العثمانية. طبعا تفوق العثمانيين عسكريا وضعف المماليك والنزاع ما بينهم. إرسال إنجلترا حملة بقيادة فريزر لاحتلال مصر وخلع محمد علي وتعيين الألف. اتجاه العثمانيين إلى مصر والشام، طبعا بسبب إدراك سليم الأول خطورة الصدام مع أوروبا، ولتنمية السبب الثاني اللي هو توسيع ممتلكات الدولة العثمانية من خلال الاستيلاء على مصر التي تمثل قلب العالم الإسلامي. سيطرة التجار الأجانب تمام على التجارة في مصر بسبب الامتيازات. الامتيازات. توتر العلاقة بين محمد علي والسلطان بسبب التفاوض مع أوروبا والتصميم على الاستقلال والانفصال عن الدولة. شروط امتياز قناة السويس ظالمة، هنكتب الشروط بتاعتها. إرسال المذكرة المشتركة الأولى، طبعا الأولى لها أسباب اللي هي ضد تدعيم الخديوي ضد الحركة الوطنية، والثانية ضد العسكريين اللي هو مين العسكريين؟ البارودي وعرابي. مواجهة محمد فريد للاحتلال والخديوي، طبعا بسبب انحياز الخديوي أو تحول الخديوي للاحتلال عن معظرة الحركة للاحتلال. فشل الثورة، عندي أسباب كتيرة ذكرناها في المنهج هنعديها، من ضمنها عدم تكافؤ القوة العسكرية وإعلان عصيان عرابي وتواطؤ إدارة الشركة وعدم إدراك العرابيين لأهمية التعبئة الشعبية. كتير يا مستر. حروب محمد علي في الجزيرة دي للقضاء
على الدعوة الوهابية أو الحركة الوهابية، وهنا كده للقضاء على ثوار اليونان بالمور اللي طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثمانية. تمام. معارضة الشعب لدستور 30 لأنه أول حاجة أعطى للملك مزيدا من السلطات، وتاني حاجة أهدر سلطة الأمة وحقوقها في مواضع كثيرة، عشان كده قاموا بالعديد من المظاهرات. تصريح 28 فبراير هنكتب بسبب التحفظات اللي احتفظت بها بريطانيا نفسها الأربعة، وهتكتبوه اللي هي الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء وتدخل، وحماية الأقليات والمصالح، واستمرار أوضاع السودان، وتأمين المواصلات البريطانية. تمام. ده إجابة رقم 19 في بما تفسر. خلصناه. يلا نكمل بسرعة كده يا مستر باقي التاريخ. التاريخ مليان يا مستر وضايع مننا. يلا نكمل باقي التدريبات حبايب الطلاب. الصفحة الأخيرة اللي هنحلها إن شاء الله بسرعة كده عشان ما نطولش عليكم. سؤال 20 بما تفسر. وقوع حادث 4 فبراير اللي طبعا لإجبار الملك أو بسبب مماطلة الملك فاروق في تعيين وزارة برئاسة مصطفى النحاس. مجيء الحملة حافظين يا مستر أسباب الحملة. قيام الثورة العربية قلناها في أكمل اللي هي المؤثرات الفكرية الغربية وازدياد التدخل الأجنبي والتواضع عثمان رفقي وسوء أحوال مصر. قيام ثورة 19 عندي من ضمن أسبابها نمو الوعي لدى المصريين والإجراءات العنيفة بتاع بريطانيا، وعندي كمان ادعاء انجلترا وحلفائها والمبادئ اللي اعلنها ويلسون. هنفكركم بس بالاجابات وانتوا كده هتحلوها، هتجيبوا حاجه كده تحلوا فيها. كسب محمد علي ثقة وعطف. نكتب بقى موقفه، الموقف بتاع محمد علي اللي هو جاهر بالانضمام للعلماء واختلط بلال الساخطين وتعهد لهم بأن يبذل قصارى جهده رفع الضرائب. سؤال 25 تدهور أحوال المجتمع الريفي بمصر بسبب تدهور الزراعة. تدهور الزراعة، وممكن نكتب أسباب تدهور الزراعة. طيب فشل مهمة الوفد المصري بباريس اللي هي بتاع مؤتمر الصلح بسبب اعتراف الدول بالحماية البريطانية. الاعتراف الدول بالحماية البريطانية ومنها الرئيس الأمريكي ويلسون. السؤال اللي بعده فشل حلناه. 27 أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة. هنكتب بسبب الأخطار ونكتب الأخطار لعودة المماليك وتجدد ثورات المصريين وإرسال الدولة العثمانية الحملة للعريش ودمياط، وعشان كده عقد معاهدة العريش التي فشلت بسبب رفض الحكومة البريطانية للاتفاق. السؤال 5 من نتائج ثورة القاهرة الأولى اللي هي إعدام الكثير من الأهالي والثوار. تمام. وفرض الضرائب ولا الغرامات، فرض الغرامات المالية على العلماء والتجار والشروع في تحصين القاهرة. احنا بنكتب لكم مفتاح إجابة بس. ضم محمد علي للسودان من نتاج امتداد النفوذ المصري وإنشاء مدينة الخرطوم العاصمة واكتشاف منابع نهر النيل. السؤال اللي بعديه تحطيم الأسطول في أبو قير. الأسطول الفرنسي، حصار الأسطول البريطاني لشواطئ مصر الشمالية حرمان الحملة من امدادات فرنسا لها وشعور الجنود بأنهم محاصرون. طيب اهتمام محمد علي بالزراعة. ما النتائج المترتبة على اهتمام محمد علي بالزراعة؟ هنكتب اللي عمله في الزراعة اللي كان أنشأ مدارس للزراعة وإدخال أدوات وغلات جديدة. تمام. والاهتمام بشؤون الري، تنظيم الري زي حفر ترعة المحمودية وزي إنشاء القناطر الخيرية. السؤال اللي بعديه مظاهرة عابدين. ما النتائج؟ سؤال مهم جدا اللي هي تعيين شريف وعزل رياض. تعيين شريف وعزل رياض. وطبعا شريف لما تولى وجريت الانتخابات وافتتح مجلس النواب عام 1881 في شهر ديسمبر. معاهدة 36 بين مصر وبريطانيا. ما النتائج المترتبة؟ هنكتب نتائجها منها انتهاء احتلال مصر
عسكريا، ومنها إلغاء الامتيازات الأجنبية، وانضمام مصر لعضوية عصبة الأمم، وتقوية الجيش المصري، وعودة الجيش المصري للسودان. تحالف محمد بيك أبو الدهب مع السلطان ترتب عليه فشل حركة علي بيك الكبير وعادت مصر ولاية تحت حكم أبو الدهب. اكتشاف حجر رشيد، تعرف على التاريخ المصري، وده اللي ما العلاقة بين الحملة والتاريخ المصري. هزيمة القوات المملوكية في مرج دابق، أصبحت الشام ولاية عثمانية. اكتشاف طريقة رأس رجاء الصالح، تعرض دولة المماليك أو تدهور دولة المماليك اقتصاديا، أو تعرض دولة المماليك لتدهور اقتصادي وأزمات مالية. معركة ديو نفس الإجابة. الاحتلال البريطاني بالنسبة للجيش المصري اللي هو إنشاء جيش ضعيف لا يتجاوز عدده 6000 جندي، ويقود ضابط تحت قيادة ضابط إنجليزي، ومهمته حفظ الأمن وقرار النظام. حروب محمد علي في اليونان، هزيمة الجيش وتحطم الأسطول في نفرين 1827، وعندي ضم جزيرة كريت وعلو مكانة مصر. موقعة نفرين لسه جايلينا، تحطم الأسطول المصري. تنديد، سؤال بيتكرر كتير في الامتحان، ترتب عليها استقالة كرومر، لورد كرومر. سياسة العزلة التي فرضها العثمانيون، اللي اتسمت الحياة الفكرية بجمود والتخلف، يبقى جمود وتخلف الحياة الثقافية والفكرية. الاتفاق الودي اللي يتخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل وعن مساندة مصطفى كامل، ده سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعديه، حروب محمد علي في الشام اللي هي امتداد النفوذ المصري في بلاد الشام ووصول القوات المصرية إلى الشام وعلى الفرات. اغتيال السرستاك اللي هي إنذار الليمبي اللي قدمه للحكومة، واستقالة وزارة سعد، وجاءت وزارة بعد سعد اللي هي زور باشا. اللائحة الوطنية اللي أصدرها محمد علي اللي هي إعادة تنظيم الإدارة إلى 7 دواوين، وحدد اختصاصاتها. تحالف دول أوروبا مع فرنسا، رحيل نابليون طارقا أمر الحملة لكليبر. الانتقادات اللي وجهتها الحركة الوطنية للوزارة المختلطة، ترتب على ذلك إقصاء الوزيرين، قيام إسماعيل بإقصاء الوزيرين وإصدار لائحة اللي هي تقضي بتسوية الديون. آخر سؤال، مذبحة يافا وبالتالي عزل الخديوي. مذبحة يافا ترتب على ذلك استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم. تمام، خلصنا كده حبايب الطلاب السؤال رقم 23. بقينا 33 دقيقة بنحل، هنطول عليكم كده ونزهقكم. هنسيب لكم أسئلة دلل وما الدروس المستفادة هتحلوها. تمام، وأي سؤال صعب عليكم هتكتبوه في التعليقات، وإن شاء الله تعالى هننتظر يعني زملائكم يردوا على أسئلتكم، ولو ما فيش حد رد إن شاء الله نرد، وإحنا معاكم لحد الساعة 12 مساء. تمام، لأن إحنا عندنا امتحانات الصبح زينا زيكم، بنروح نلاحظ ونراقب على طلبة زيكم كده. أكيد طبعا بتقول يا مستر أكيد أنت بتغششهم بقى الدراسات، يا بختهم يا مستر. طبعا يعني مش من المبادئ بتاعتي خالص إن أنا يعني أساعد حد في حاجة زي كده، لكن ممكن أفهمه سؤال يكون مش فاهمه. تمام، المهم إن إحنا اتفقنا أي سؤال صعب تكتبوه في التعليقات. كمان يعني بننصحكم حبايب الطلبة اللي هيسمعوا الفيديو تحلوا امتحانات إن شاء الله. في الوصف هتلاقوا ملف PDF للامتحانات أو امتحانات المحافظات اللي امتحنت، تطبعوها وتستفيدوا بيها. كده خلصنا ليكم مراجعة ليلة الامتحان على قد ما قدرنا زي ما وعدناكم على القناة. أتمنى كده يا رب يعني توفقوا في امتحاناتكم، وإن شاء الله تعالى نوعدكم كده إن احنا نحاول نحل كل المحافظات اللي هتمتحن دراسات يوم الثلاثاء، منها محافظة المنيا ومحافظة الدقهلية باين والشرقية. نركز على المحافظات الصعبة، هنحاول نحل على القناة عشان خاطر تراجعوا معايا وتطمنوا،
وكمان لو عايزين اي سؤال واي استفسار في جروب عاملينه للبنات، وكمان يعني رقم الواتس بتاعي ممكن نكتبه لكم كده، يعني اي سؤال بس مش كل حاجه نحلها. 03 وحايد ده رقم الواتس، 32838069 ده رقم الواتس بتاعي. لو اي حاجه عايزينها، اي استفسار، اي سؤال، احله لكم في التعليقات او افهمه لكم. حبايبي طلبه الصف الثالث، كان معاكم على القناه المستر اللي بيحبكم دايما وبيدعي لكم، مستر رضا جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.